تفتكر ليه في ناس خبراتهم نفس خبراتك بالظبط ولكن فرصهم على لينكدين اكتر منك بكتير؟ والسر هنا في كلمتين، والكلمتين دول من اقوى الكلمات على السوشيال ميديا. البيرسونال براندنج هو الصوره والانطباع الاولي اللي الناس بتاخده عنك اونلاين. ايه اللي بيبان عندك لما حد بيدخل على البروفايل بتاعك على لينكدين؟ هل هيشوف سيره ذاتيه جامده متحوله لبروفايل قوي، بانر بيعكس شخصيتك او الانجازات اللي انت عملتها، او محتوى بيتكلم عنك، ولا هو مجرد بروفايل عادي زي اي حد موجود على لينكدين؟ لما تهتم بالبيرسونال براندنج انت مش بس بتعرض شغلك، انت بتبني ثقه. الريكروتر هيبقى مطمن انه يتواصل معاك، عميل هيشوف شغلك فهيحس ان انت شخص فاهم وموثوق، وكمان زمايلك في المجال هيشوفوك حد فاهم وعنده قيمه. نيجي بقى للسؤال الاهم، ازاي تعمل بيرسونال براندنج صح على لينكدين؟ اول حاجه صوره بروفايل وبانر بيعبروا عن هويتك. تاني حاجه الاباوت سيكشن. الاباوت سيكشن لازم يكون مكتوب صح وبيعبر عنك وعن قيمتك. تالت حاجه بقى انك تشارك محتوى بشكل مستمر ويكون بيبرز خبراتك. ورابع حاجه التفاعل مع ناس في مجالك علشان تفضل دايما ظاهر ومتشاف. دلوقتي البيرسونال براندنج مش رفاهيه، هو استثمار في نفسك لو عايز تبني حضور قوي على لينكدين، وده هيخلق لك فرص اكتر، فلازم تبدا دلوقتي. هتلاقوا في البايو قناه التليجرام بتاعت مفتاحك بينزل عليها يوميا تيبس اند تريك، وما تنسوش تتابعونا وتشيروا الفيديو مع حد من صحابكم.